ويا مرحبا، أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. بتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية وانتوا قاعدين بتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم وصفتنا من الوصفات المميزة لشهر رمضان المبارك، كل عام وانتوا بخير. وصفة السمبوسك أو البرك المربعات المنفوخة اللي بشكل مخدات، ما شاء الله الطعم خرافي وقرمشة ولا أروع. هاي هي المقادير جدا بسيطة، راح تكون مذكورة تحت في أسفل الفيديو. راح أبدأ بعمل العجين. عندي كمية الطحين، كمية الحليب الساخنة، وباقي المكونات كلياتها بتنزل بنفس الوعاء اللي أنا رح أعجن فيه العجين. ممكن أعجن العجين يدويا، ممكن أعجن العجين بالعجانة كمان، ما في عنا أي مشكلة. حطيت الحليب وحطيت المي وحطيت الطحين وحطيت الملح وحطيت كل المكونات هاي. مجرد ما ألم العجين شوي بالسباتولا عشان الحليب ساخن، بعدين ببدأ عملية العجين اليدوي. عملية العجين اليدوي أنا بدي خيوط الجلوتين عندي تشتغل، بدي العجينة عندي تصير مطاطية، يعني أعجن العجين أقل شيء لمدة 10 دقائق يدويا أو 10 دقائق بالعجانة. شوفوا معي العجين رائعة ملساء ما شاء الله، بتاخد العقل. رح نترك العجين ترتاح بدرجة حرارة الغرفة عشان يسهل علينا مدها وتعطينا نتيجة ولا أروع. رح أغطيها وأتركها على جنب. رح نعمل الحشو أنا هون اخترت نعمل حشوة الأجبان، وكتير مميزة بشهر رمضان. حطيت جبنة الموتزاريلا، جبنة الفيتا، وحبة البركة. حبة البركة ما شاء الله بتعطي طعمة ولا أروع لهاي الحشوة المميزة. ممكن نحشيها حشوة الخضار، أو ممكن نحشويها حشوة اللحمة أو حشوة الدجاج، حسب رغبتنا. لكن أنا حبيت هاي الحشوة لأنه صراحة حشوتي المفضلة وحشوة عيلتي المفضلة بشهر رمضان المبارك. هيك بتكون معي الحشوة صارت جاهزة. رح أحط رشة من الطحين عندي على الطاولة ورح أبدأ أفرد العجين. لاحظوا معي العجينة رائعة ارتاحت، فرح يسهل علي مد العجينة بكل أريحية من غير أي مشاكل. خيوط الجلوتين عندي ارتاحت. صحيح العجين ما فيها خميرة، لكن العجين بتحب الراحة عشان تمد معي وتمط معي بكل سهولة. القطاعة الموجودة عندي هي قطاعة المربعات، ممكن أقطعها بالشكل اللي نحن حابينه أو دوائر حسب رغبتكم. لكن صراحة هاي البرك أو هاي السمبوسك معروفة بالشكل المميز تبعها بشكل المربعة. رح أشيل العجين الزايدة، برجع مرة تانية بشتغل فيها مرة واثنين، ما في عندي أي مشكلة، اتركها بس ترتاح على جنب. بعبي الحشو عندي هون، والعجين عندي بحشيها وبكرمها بالحشو عشان تطلع معي حبة البرك عندي مليانة بالحشو. بضغطها بأطراف الأصابع، بعدين بأي شوكة عندي بعمل الأطراف. رح أقرب الكاميرا أكتر عشان تشوفوا الحشوة ما شاء الله، يعني مبركة، يعني نحن باركينها ومكرمينها لحبة السمبوسك. نضغط عليها من الأطراف وبنرجع بالشوكة بنسكرها بالشكل المحكم زي ما هو ظاهر عنا خلال الشاشة. ممكن بعد المرحلة هاي أنا أحطها عندي على الصينية، أدخلها على الفريزر. بعد ما تجمد تماما بشيلها وبحطها بعلب أو بأكياس وبفرزها لشهر رمضان. وممكن كمان أبدأ بعملية القلي مباشرة. رح أرش رشة من الطحين وأحطها عندي بالصينية بالطريقة هاي وبدخلها على الفريزر. إذا حابين نحن نفرزها لشهر رمضان ممكن نعمل كمية وفيرة ونفرزها. بعد ما نفرزها منشيلها بالطريقة هاي بأكياس عشان تضل كل حبة بحبتها وقت التقديم. والشيف روزانا قدمت لنا البراك بطريقة مميزة جدا ما شاء الله، شكلها عم بيحكي. حشوة مميزة. رح أترك لكم رابط الوصفة تحت في صندوق الوصف. يعطيك ألف عافية شيف روزانا على هالوصفة المميزة الرائعة. طبعا هاي الوصفات مميزة بشهر رمضان المبارك، كل عام وانتم بألف خير يا رب العالمين. عندي هون الزيت، رح أبدأ أسقط فيها حبات البرك. إذا كان البرك عندي ياهم مفرزين، يفضل إنه ما يكون الزيت ساخن كتير عشان ما ينحرقوا من برا ومن جوا يضلهم نيين. لا، مهم إنه تكون درجة حرارة الزيت متوسطة طالعة على السخونة. بعد شوي ببدأ أقلبهم من على الأطراف عبال ما العجين عندي تنتفخ وتاخد اللون الذهبي اللي نحن منفضله. أنا صراحة بحب هذا اللون المميز، اللون الذهبي بيكون مقرمش، طعمته كتير طيبة من جوا، مستوية تماما ومنتفخة والحشوة دايبة. ما أجر عليها كتير بتغميق اللون عشان الحبات ما تنفتح عندي أو الحشوات عندي تطلع. وهيك منقدمها
شايفين الشكل رائع جدا ما شاء الله صراحة، تغرف القلب بشهر رمضان مع صحن شوربة والطبق الرئيسي بتطلع من الوجبات الرئيسية. وطبعا كلياتنا بنحبها بشهر رمضان المبارك. كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله يا ربنا ينزل هالشهر المبارك على أهلنا في فلسطين، في قطاع غزة، في كل الدول العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. ما تنسوا أهلنا في قطاع غزة من دعوة صالحة. أتركوا بأمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.